مشاهدي سي بي سي سفرة وبرنامج الاكيل، اهلا بكم تجربه جديده. لا تجربه جديده بجد، مش جديده عشان حلقه جديده. احنا النهارده في منطقتي المفضله، دايما بقول لكم اكتر مكان قريب لقلبي واكتر مكان بحبه واكتر مكان بحس ان انا في مصر هو شبرا ورود الفرج والمنطقه كلها. احنا دلوقتي في مطعم من اشهر المطاعم الموجوده، واحنا كمان يوم خميس، فمعلش سامحوني على الزحمه والدوشه، ولكن عشان نيجي نصور في المطعم ده، مطعم الاخلاص والامانه بتاع صبحي، لازم هنعيش التجربه دي بالزحمه دي بالمنظر ده. فعيشوا معايا واستحملوا معايا الدوشه، لان انت هناكل او انا هاكل طعم من اكتر الاطعمه تخصصا في مصر. بيعمل اكل من اول الكباب والكفته لحد المخاص، بيعمل كل حاجه، بس انا هدوق طبعا حاجات معينه. تعالوا نبتدي مع بعض التجربه دي بحلوها ومرها، الزحمه بس هي مر، الباقي كله حلو. وانا قاعد بحضر الحلقه اكتشفت الموضوع مش موضوع مطعم، ده موضوع تجربه انسانيه جديره بالقاء الضوء عليها. يعني قصه نجاح هنتكلم دلوقتي مع عم صبحي، قصه نجاح يعني ممكن تحسسك ان في امل وتحط دمعه في عينك كمان لو انت من النوع الحساس. يعني ازيك يا صبحي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ يعني انا اتفقت مع فريق العمل ان انا اتكلم معاك انت الاول لوحدك قبل الاكل وقبل الكلام ده كله، عشان التجربه اللي انت حكيتها لي علامه الناس كلها ممكن تتعلم منها. يعني ده حقيقي، ده بعيد عن كلام المتزوق وشغل الاعلام. يعني بدايتك يا صبحي، انا سالتك سؤال بس هو اللي انا عايز ابتدي بيه. سالتك قلت لك الناس اللي شغاله دي معاك دي كلها حد منهم من عيلتك؟ قلت لي لا. ايوه. ليه؟ يعني انا وحيد، مع والدي متوفي والدتي، ووحيد ليا اخين متوفيين واختي متوفيه، والحمد لله نعمه عند ربنا. يعني وانت مبتدي لوحدك الكلام ده كله؟ ابتدي من لوحدي، لوحدي وانا من الصفر. يعني فتحت الفاترينا على قد كده صغيره، اللي هي الفاترينا الصغيره اللي في الاول خالص هنا. بدات بقى على قد كده، ابتديت اكبر واحده واحده كده الحمد لله لحد ما وصلت. الكلام ده كان سنه كام؟ يعني بالظبط كده من حوالي 18 سنه او 20 سنه. 18 سنه. وفي 18 سنه من فاترينا قدام العماره اللي احنا شايفينه ده كله. الحمد لله. ربنا يبارك لك يا رب. ومعايا مزرعه الصحراء وبذبح منها بتاعتي. ومحل الجزاره اللي هنا اللي انت بتاخد منه ده بتاعك؟ بتاعنا احنا. طيب نذبح. صبحي، ناس كتيره جدا بتتولد بظروف زيك، ولكن الاتجاه بيبقى حاجه ثانيه خالص. يعني انت كافحت وعملت فاترينا، اشتغلت فيها وكبرت ولحد ما وصلت دلوقتي ان انت المنطقه كلها بيحبوك وبيشتغلوا معاك وبيساعدوك، واولادهم بيشتغلوا معاك والكلام ده كله. بفضل الله. في ناس ثانيه بتقول لك انا يتيم وانا ما عنديش وانا ما حلتيش وانا وبتخرب الدنيا. بفضل ربنا. بتقول لهم ايه؟ يعني ايه اللي خلاك تمشي السكه دي مش السكه دي؟ يعني هو العمل بس، الشغل. يعني ان انا كافحت، يعني تعبت لما وصلت اللي انا فيه. وربنا الحمد لله بيدي كل المناوه، يعني على قد مجهودك على قد ما ربنا بيديك. طبعا. فكره ان انت تفتح فاترينا ليك في المكان ده بالذات، اشمعنى المكان ده بالذات؟ ان انا مولود هنا. يعني انت مولود في المنطقه دي؟ مولود في المنطقه دي. في الشارع ده؟ مولود في الشارع ده. وفي البيت ده برضه، نفس البيت برضه شقتنا. عشان كده انت ابتديت تحت بيتك؟ ابتديت تحت بيتي. فانت ابتديت انك نزلت عملت لنفسك فاترينا والكلام ده. سافرت السعوديه وجيت من السعوديه وفلوسي زي ما اكون مثلا ما عملتش حاجه في السعوديه ولا ليبيا ولا حاجه. ولا حاجه. نزلت بدات من الصفر من البدايه. انت اشتغلت في السعوديه وليبيا برضه طباخ؟ اشتغلت شيف مع الامير جواد بن ترك في السعوديه، واشتغلت في ليبيا في فنادق 5 نجوم، وكان فيها شيفات كبيره يعني معانا هنا من مصر بدون ذكر اسامي يعني كده. والحمد لله ربنا هو الموفق. وجيت هنا بدات بالباترينا دي بعجله، باترينا وعجله، وكنا بنروح على الطلبات بالدريفل دي بالعجله قبل المكن. وربنا هو المساعد. انت عندك كام حد شغال هنا؟ سواء ثابت او يعني طياري؟ هتصدقني؟ هصدقك. حوالي من 120 ل 90. من 90 ل 120 شاب. صبحي انت بتتكلم جد ولا ده عشان احنا بنصور؟ لا ده انا شايف عدد كبير. بس اي حد يقول لك انا عايز اشتغل بتشغله؟ هو ربنا بعت لنا رزقه. هو دي سبب النجاح، ان احنا ما بنقطعش رزق حد. اللي يجي مثلا عايز يشتغل ربنا بيجي بيبعت رزقه معاه. مش سؤال بقى، ليه المنطقه كلها؟ انا قبل ما اصور معاك كل شويه حد يجي يكلمني يقول لي كلام حلو عليك.
الحمد لله بفضل ربنا. سالتك سؤال برضو قبل التصوير، بقول لك العمارات اللي حوالينا دي ما بيزعجهاش ريحه الاكل ال 24 ساعه والدوشه والزحمه لا بالذات الخميس؟ حب يا باشا، حب 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 وموده والحمد لله، فينا روح حلوه كده مع بعضينا كده الحمد لله. انت عرفتنا برضو، احنا رحنا صورنا غنم واقف جنبك هنا، وعرفتنا على معلم بيجيب لك الغنم ده. ده غير اللي انت بتربيه عندك في المزرعه؟ بنجيب من المزرعه على هنا ومن المزرعه هنا، لازم يقعد عندنا في المزرعه 40 يوم. لازم يقعد في ال 40 عشان لو في حاجه تعرفها. 40 يوم يغير المرعى بتاعته ويغير انتاجه خالص، وبقى برضه حاجه حلوه يعني كده. وبعدين طعم البنه الحلوه. وبعدين بتعلقه عندك هنا في بنفتحه المذبح الصبح، نجيبه ندخله الثلاجه، يطلع بالليل يتوضب زي ساعتك ما شفت كده. وبعدين تحطه على البيع. هل بتبيع كجزاره ولا انت شغال المحل؟ يعني لو حد زبون مثلا طلب مننا لحمه بنديله، مثلا هو ماشي عايز 2 كيلو عايز 3 كيلو، بيجي لنا ناس. بس انت في الاساس عامله عشان المحل يعني. المحل هو خدمه المحل كله يعتبر يعني. كفته واللحمه والكباب. ما بقيتش تجيب حاجه من بره خالص؟ لا الحمد لله لا. الا طبعا الخضار وكده. خضار قليل كمان نجيبه من بره. امال بتجيب انت زارع عندك؟ الحمد لله. 18 سنه ما شاء الله ما شاء الله يا رب. اي خشبه اهي، اي حاجه في 18 سنه قدرت من فاترينا تعمل محل واثنين يعني قصدي تتوسع وتاخد مزرعه وتعمل محل جزاره في 18 سنه بس؟ بفضل الله الحمد لله. ده انت ما كنتش توصف حاجه خالص بقى انت؟ لا يعني ما بخرجش، اصحى من النوم على الشغل، اخلص الشغل اروح انام، ما بروحش هنا ولا هنا الا مثلا يعني من حوالي 3 اشهر كنت ان انا يعني اتحرك اشم نفسي شويه يعني. متجوز ولا لسه؟ الحمد لله مع كابر. مع كابر. عشان كده المحل بيقولوا عليه كابر صبحي؟ كابر ده بقى ولد ولا بنت؟ بنت اسمها كابر صبحي. انت متجوز بالك قد ايه؟ بقالي حوالي 16 سنه. 16 سنه متجوز؟ يعني طب يعني عندك شريكه كفاح. الحمد لله يعني يعني انت ابتديت سنتين قبل ما تتجوز. وبعد كده لا مراتي تعبت معايا وصاحبه فضل عليا يعني بفضل الله. ما اكيد يعني معاك من ساعه ما ابتديت. هي مستحملاني ان انا بس اوعى بقى لما تشم نفسك تروح تتجوز عليها. ان انا بنزل من بدري. للاسف الناس كلها بتعمل كده. لا بنزل من بدري وبرجع البيت الساعه 4 الصبح و5 واسافر واجي وبتاع ومستحمله يعني الحمد لله. هي مستحمله. بس انا اوعى انت بس عينك زوخ كده ولا كده عشان بزعل قوي من الستات اللي بتقف جنب الرجاله بعدين الرجاله يبيعوها. بزعل قوي من الموضوع ده. فضل عليا الحمد لله. ربنا يخليها لك. الله يخليك. احنا اخترنا الاكل مع بعض، وانا قبل ما اجي هنا الناس اللي قالت لي على المطعم ده قالوا لي ان كل حاجه فيه حلوه. الحمد لله. انا للاسف في حاجات معينه ما باكلهاش، انا قلت لك يعني انا عارف انت عندك ليا وعندك مش عارف ايه حاجات كده، في حاجات كل حاجه حلوه الحمد لله. انا نزل لي الحاجات اللي اتفقنا عليها وانا هاكل ومني للكاميرا. حاضر. صبحي ربنا يوفقك، وتجربه جميله جدا. انا متحمس ليك جدا جدا جدا، متحمس للمبدأ بتاعك. هنروح دلوقتي ناكل زي ما معودينكم في كل مطاعم كده، بس عايز اقول حاجه، التجربه دي لازم تتدرس. لما فكره مطعم زي ده يشغل من 90 ل 120 شاب في مطعم صغير جدا في منطقه شعبيه، تجربه تستحق الدراسه. اللي هو طب ما ده انت بنتكلم دلوقتي عماله ما اعرفش 100 نفر، ده يعتبر عماله كثيفه ولا يعتبر ايه يعني؟ بس لازم ندعم الافكار دي، لازم ندرس الافكار دي ونعمل زيها. انت لو كل واحد زي صبحي شغل 100 نفر ما افتكرش ان احنا هيبقى عندنا بطاله. الراجل بيشتغل من الصبح بالليل. يعني تعالى نجرب بقى الاكل واقول لكم رايي بصراحه. يعني هو طبعا الطبق معمول ان انا احطه كده بس عشان انتوا تشوفوا معايا، فانا هحطه بالعرض. انا عاجبني قوي طريقه التقديم. انت قاعد في الشارع بتاكل وفي مطعم شعبي، بس طريقه التقديم شيك يعني تليق بالباشا زي ما تليق بالموظف. حاجه اكله حلوه. طيب ده قلنا فتة رواق عربي، بس هما لسه اهي حلوه برضو. فكره ان هو بيجيب لك معلقه بلاستيك تترمي بعد كده، ما تبقاش انت خايف مغسوله حلوه ولا مش مغسوله حلوه، اصلا بيريح دماغه، تاكل بالبلاستيك ويرميها وخلاص. نبتدي اول حاجه ب حاجه اسمها فتة الرواق العربي. طبعا انا عامه ما بحبش الفته عشان ما بحبش الاكل اللي فيه خل وتوم جامد، بس لازم ندوق. بحب ادوق الحاجات الجديده. هي
نفس فكره الفته بس حاطط رقاق بدل ما يحط عيش. حلوه. طبعا انا والدتي دلوقتي لو شافتني باكل فته هتقفش عليا، لان انا طول عمري في ليله العيد بخليها تعمل لي رز بس عشان ما اكلش فته. هم كلهم ياكلوا فته وانا اكل رز. دي حلوه. معلش يا ماما، صبحي تفوق عليكي. طبعا انتوا عارفين البصل مطهر للمعده وفي نفس الوقت مفيد جدا للقلب وللدوره الدمويه، فاي واحد فيكم يقدر ياكل بصل ياكله. نبتدي بالريشه. يا هادي يا رب. النهارده الخميس، ها؟ مش عايز اي عين مدوره، النهارده الخميس. مهم قوي اللي احنا اتكلمنا عليه ان هو بيربي الغنم عنده، بيشتري الغنم ويقعدهم عنده مش عارف قال ايه 40 يوم ولا قال ايه، وبعدين يذبحهم ويحطهم في محل الجزاره بتاعه وياخد منه يعمل اكل. فالنتيجه روعه. الريشه الحلوه تلاقي فيها حته الودن اللحمه دي، وهنا راق لحمه وفوقيه راق الدهن ده اللي انا مش هاكله دلوقتي بس عشان مجرد ان انا يعني، انما انا في البيت لو انا باكل طالب كباب وكفته هاكل حته الدهن دي مع اللحمه. انا بس عشان باكل حاجات كتيره فبحاول اتفادى الدهن يعني. لا اتس بيوتيفول. ايه ده كله لحمه مفيش كفته؟ ده يعني المهم ده طعم يجنن يا جماعه. انتوا مش متخيلين. مع الناس قاعده تتفرج عليا، اتفضلوا معايا. تجربه جميله قوي. طريقه التقديم جميله قوي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا لو انا جاي اكل بس مش جاي اعمل برنامج هتلاقيني بدوس في كل اللي قدامي ده. اكتر حاجه عجبتني هي تجربه صبحي نفسه كانسان. عجبني قوي رد فعل الناس الغلابه اللي حواليه وقد ايه بيحبوه. انت ما شفتوش يعني، في حاجات مش هعرف اصورها لكم لان حصلت كده سبونتينيوس يعني. الناس تعدي تقول لك ده الكبير بتاعنا، ده الباشا بتاعنا، ده الحلو بتاعنا. فواضح ان هو محبوب قوي في المنطقه وعشان كده بيساعدوه، وعشان كده الناس في العمارات مش متضايقين. فانت قاعد في تجربه جميله، انت قاعد في الشارع بس في نفس الوقت بتاكل اكل نظيف متقدم تقديمه نظيفه. وزي ما هو كان بيتكلم معايا قبل التصوير، انت ممكن تيجي تاكل رغيف كفته ب5 جنيه، كان زمان بيعملوا بجنيه. دلوقتي رغيف الكفته ب5 جنيه، او ممكن تيجي تاكل كباب وكفته وتدفع لك ميات. فعندك ده وعندك ده والاثنين قاعدين جنب بعض. وبالليل وبالذات الخميس والجمعه والكلام ده بيجي له فنانين وبيجي له نجوم كبار، وتلاقي الغلبان قاعد جنب الباشا والاثنين بياكلوا والاثنين مبسوطين والاثنين بيحمدوا ربنا. تاني بقول ارجو ان التجربه دي تدرس وتشوف ازاي واحد او الطريقه اللي بيها شخص يتيم من 18 سنه ابتدى بفاترينا في الشارع يوصل للكلام ده ويشغل معاه. وده الاهم بالنسبه لي، من 90 ل 120 شاب، 90 و 120 شاب اشتغلوا، 90 و 120 شاب دخلوا فلوس وبقوا منتجين، من 90 ل 120 شاب بعدوا عن المخدرات والبلطجه و تجربه جميله جدا، مش بس في الطعم وكمان كقصه. من حبهم فيه او في المطعم عملوا له جرافيتي على الحيطه. شباب جم عملوا جرافيتي الحيطه، زباين من بتوعهم عملوا له جرافيتي على الحيطه باسمه وباسم الجلاله وبحاجات كتير قوي. تجربه حلوه قوي، بنصحكم جدا انكم تيجوا المطعم ده وتجربوه.